بعد قليل إعلان رؤية هلال شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. في البيوت المصرية قبل حلول شهر رمضان يسود سكون خاص، سكون به تأمل ويملأه الطمأنينة. هو أنا جبت اليميش كله ولا ناقص حاجة؟ هو أنا جبت قمر الدين؟ مش فاكر. يا رب أنوار ما تفتح الكرتونة وتشوف اللي فيها دلوقتي. يا رب رمضان يطلع بعد بكرة مش بكرة، أنا لسه مخلصتش حاجة. فلوس الزينة اللي لميناها 67 جنيه ونص، ومش هكفوا حاجة دول. أنا ما جبتش بطاريات للفانوس. رمضان بكرة ولا بعده يا ولاد؟ لسه ما أعلنوش يا ماما. يا رب يطلع بكرة. ليه بس يا ماما؟ أنا لسه ما استعدتش. يا أختي كده، إحنا زمان كنا بنبقى مستعدين قبلها يجيب 30 يوم. تستعد البيوت لرمضان كما تستعد الجيوش للحروب العالمية. يزيد تخزين المأكولات وتتعدد الأصناف، ورغم أنه شهر الصيام لكن الكلمة الأولى والأخيرة به للطعام. محمد، يا محمد، مين اللي فتح كيس البلح وحطه في التلاجة جنب اللحمة؟ واو، يوه، أنا قلت 100 مرة ما تغيروش مكان الحاجات. اللي يفتح كيس أو علبة يرجعها مكانها تاني، والبلح مش مكانه التلاجة. هقولها كم مرة؟ وهدا كله انت قلت نازل تجيب كيلو بلح، ايه اللي انت جايبه ده كله يا محمد يا سيد؟ دي شوية تسالي كده، حاجة بسيطة يعني. كل دي بسيطة يا محمد؟ انتوا واقفين هنا ليه؟ امشوا قدامي، امشوا. هدوء وطمأنينة في كل منزل، إنها أجواء رمضانية. محمد، انت حطيت التين جنب البصل. هو ما فيش في البرجر محمد؟ ما تشوفي ولادك. الله، ايه ده؟ مش أنا. مش أنا. الزبادي على السحور مع الفول. سيب المحشي. والله ما لمسته، أنا ببص بس. البلح على الفطار بعد الأذان. على الفطار؟ ليه؟ هو صايم معانا ولا ايه؟ إن الاستعداد لرمضان في بعض البيوت يعد مشروع وطني شامل. قالوا الرؤية ولا لسه يا ولاد؟ بعد قليل يا ماما. ده عمو نديم يا بابا. اتفضل يا نديم. اهلا اهلا، اتفضل اتفضل. اهلا. 90% رمضان بكرة. مين قال؟ اسمعوا مني، انا عارف اقول لكم ايه. يا اخويا انت فتاي، عمرك ما قلت حاجة صح. سمعتك يا خالتي. يا اخويا كده بلا هم، داخل لا سلام ولا كلام، داخل على الفاتية على طول. انت متأكد يا نديم؟ انت مش شايفني متأكد وانا بتكلم؟ اه،
متأكد جدا. اهو احنا طول عمرنا اصحاب، انا عمري قلت لك حاجة وطلعت غلط؟ لا بصراحة عمرك ما قلت حاجة وطلعت صح، طول عمرك من واحنا صغيرين. انا واثق من اللي بقوله. اصل المسألة بسيطة، رمضان جه السنة اللي فاتت 29 يوم، يعني السنة دي هيجي 30 يوم، يبقى لازم يبدأ بكرة عشان يلحق يبقى 30 يوم. ده غير ان شعبان جه 29 يوم. لو حسبنا 70 يوم بعد رمضان لحد وقفة عرفة هيطلع فلكيا رمضان بكرة مش بعد بكرة. هو رمضان بكرة؟ يعني ممكن نصوم بكرة؟ بكرة يعني بكرة؟ بكرة؟ تعلن دار الإفتاء أن غدا هو المتمم لشهر شعبان، وأن بعد غد هو أول أيام شهر رمضان المبارك. أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. البعض لا ينتظر إعلان دار الإفتاء ويعين نفسه مفتيا يفتي بدلا من دار الإفتاء. أصل الفلك اتغير، الكرة الأرضية بقت بتلف أسرع من 1,000,000 سنة فاتت، وده معناه إن الشهر فعلا 29 مش 30. أنا حسبتها صح، بس الفلك هو اللي اتغير، الكون كله بيتغير. في هذه اللحظة تتوقف الأنفاس وتتجمد العقول والقلوب، وفجأة يهرول الجميع لتناول أي شيء أمامه يمكن أكله أو شربه. ها، مش قلتلكوا بعد بكرة. أنا عارف أنا بقول إيه، أنا أصلي ما بقولش أي كلام كده وخلاص يعني، لا ده علم مدروس ومحسوب صح. يا جدع انت اسكت بقى، انت ايه ما بتهمتش؟ قد يختلف الناس في الحساب ويختلف الفلك، وتختلف سرعة دوران الأرض لدى البعض، بل وقد يعيدون اختراع علم الفلك بالكامل في صالون البيت. لكن الحقيقة الثابتة أن البيت المصري لا ينتظر إعلان الهلال، البيت المصري يعلن حالة الطوارئ أولاً. يخشون المفاجأة فيعلنون هم عن أول يوم لرمضان، يتحدثون عن الزهد ويتناوبون على الثلاجات ليأكلون كل ما بها. وقبل أن يرى الهلال في السماء يكون البلح قد قارب على الانتهاء، والعصير لم يتبقى منه سوى عينات اختبار، والمحشي والفراخ قد تم فحصهم أثناء المرور على باب المطبخ. أما نديم فما زال يراجع حساباته في انتظار أن تتفق دار الإفتاء مع نظريته الخاصة. استنوا، لو قسمناها على السنة كبيسة هتطلع نظريتي صح. أنا صح. هو فين الشبشب؟